دايما بتبعت لها وبترد عليك متأخر، ترد بعد دقيقتين 3 5 دقايق، وكمان الموضوع بيوصل للساعات والأيام. في فيديو النهاردة أعرفك مش على حاجتين ولا 3، لأ، بوشكاش محفوظ بيضحي. ومش كده وبس، لا، بوشكاش محفوظ بيضحي النهارده. أعرفك على 5 حاجات غلط أنت بتعملها مع البنت من غير قصد، يا عزيزي المشاهد، من غير قصد. يلا بينا نبدأ فيديو النهاردة. أول حاجة أنت بتعملها غلط مع البنت اللي أنت مرتبط بيها، سواء خطيبتك أو مراتك. وتاني يا عزيزي المشاهد، مع مراتك ممكن تكون بقيت سمب معاها بعد ما كنت ألفة. وأول حاجة غلط أنت بتعملها وأنت مش واخد بالك، هي إن مخلي حياتك كلها ليها. مفيش حاجة أنت بتعملها غير إنك تقعد ترغي في أي حاجة، المهم إنك تقعد تتكلم وخلاص. لا يا حبيبي، أنت المفروض يكون عندك حياة بعيد عن البنت، يكون عندك جيمك، مستقبلك، شغلك، عيلتك، يكون في هدف انت بتحاول توصله. قولي كده، في كام حاجة وراك اصلا انت سايبها وبتاع عمال تكلمني في البيت، اللي لو انت اصلا مالكش مستقبل والله يا ابني مش هتعبرك، صدقني. وقتك ليك يا حبيبي، عايز اتكلمك، يبقى في وقت انت تكون فاضي فيه، تكون انت عايز تتكلم، مش عشان قالت تعالى تروح. لا، اتعلم تقول لا، زي ما قلت في فيديوهات قبل كده. في حاجات يا حبيبي اهم من البنت، ولو انت خايف انك تغيب يوم ولا 2 لا تنساك، هتبقى مشكلة يا حبيبي. وكده انت اصلا شاغل دماغك بيها زيادة عن اللزوم، ومينفعش بنت تخليك في الحالة دي. هي نفسها لو شافتك كده هتخاف اصلا، يعني ما تقول ازاي ده راجلي، ده واحد ضعيف مش قادر يقعد شوية بس عشان يهتم بمستقبله. انا امن على نفسي وعلى عيالي ازاي؟ لازم يا صاحبي يكون عندك وقتك ودنيتك بعيد عن البنت. البحر من سمك، اشكال والوان. غلطة بتعملها وانت مش واخد بالك، ان بعد الرغي كتير ده كله الكلام بيخلص، فانت بتفضل ساكت وتلاقيها قفت الكلام معاك. ده غلط كبير، ما تخليش البنت هي اللي تقفل الكلام. انا اقول لك ليه، عشان دي يا صديقي هي بتفكر جوه دماغها انك عايز تتكلم اكتر، وده حقيقي انت فعلا عايز تتكلم اكتر، لكن اللي متعرفوش انك بتبان لازقة. صح، لازقة. ما صدقت انك لقيت بنت تكلمك وعارف كمان مش تكلمك، لا تعبرك. انت نزلت من قيمتك جامد وخليتها تشوفك ملزق بعد كده، هتشوفك عيل ملزقة. بقيت لازقة يا صاحبي. النساء اصلا يا عزيزي المشاهد لا يرتبط بالذين هم ادنى منهم قيمة. انت ممكن تكون معاك فلوس بقى وبتحبها فعلا عايز تتكلم معاها، عندك حياتك اصلا، في عندك حياتك، بس انت يعني ايه تكلمها برضه حتى ممكن تكون بتعمل شغلك وبتكلمها، فده غلط. لا، شغلك تعمله وتسيبها هي ايه مع نفسها بقى. خليها عم في مقولة بتقول لك ما تسيبهاش دماغها، لا سيبها لدماغها، سيبها لدماغها. يعني انت هتوحشها ازاي اصلا يعني وانت لازقه معاها؟ ازاي؟ خليها، عشان اصلا عقل الست اصلا وفطرتها والسيكولوجية بتاعتها غير الراجل. انت بتفكر بطريقة وهي بتفكر بطريقة تانية خالص، مينفعش هي تقفل الكلام. اقفل الكلام انت يا صاحبي، حتى لو الوقت حلو والفراشات في الجو، روح فين تاني اقفل الكلام. انا عارف انها تتضايق، لكن هي هتعوز تكلمك اكتر طبعا بعد ما انت قفلت الكلام. انت ارفض عشان تخليها تحب وقتها معاك، اللي كله فراشات بقى، ولازم توحشها، صدقني لازم توحشها. تالت حاجة انت بتعملها غلط وانت مش واخد بالك، انك عمال على بطال. لا، خلي كلامك الهدف. مش معنى كده بقى انك تروح عشان تاخد حاجة او تقول لها حاجة، لا، الكلام يكون بقى بالعقل. يعني احنا بنكلمهم اصلا عشان الكلام معاهم حلو بيسلي، لكن ما تنساش الغلطة الاولى والتانية اللي لسه قايلك عليهم. ولو انتوا لسه مخطوبين يعني وكده، يكون عشان تتعرف عليها، تعرف شخصيتها، تعرف هي بتحب ايه كده يعني. برضه ما تخليش انا حوار كأنه انترفيو، فاهمني؟ خش بقى على رابع حاجة انت بتعملها غلط وانت مش واخد بالك، ان لو انت مش بتعمل حاجة في يومك هتتكلم معاها في ايه اصلا يعني. عشان كده بقول خليك حياة، جيمك، مستقبلك، عيلتك، صحابك، عندك كلب، عندك قطة، عندك تعبان، عندك سحلية، عندك بوس مربيه، خلي بالك عليه، اكله، هات سلحفاة، هتلاقيها خصاية يا اخي. هي اكيد هتكون بتتكلم معاك لو هي عندها رغبة فيك اصلا، تمام، وانت بترد. لكن هي بتتكلم انت بترد، لكن على رأي المثل الكلام اخده وعطا.
ما كانش هزار كده يعني. هي عايزة تكون مع البطل، مع الشخص اللي هيدي لحياتها طعم. تمام. يعني هي مش عايزة هي اللي تدير المكان، مش عايزة تدير القصة بقى هي تعمل تمشي الدنيا ومثلا تعالى نتكلم او تقول لك تعالى كذا. خلي بنت دي اخر حاجة يعتبر، لما تفضل بقى تحب انت تعوز تكلمها لما تكون فاضي. خامس واخر حاجة غلط انت بتعملها وانت مش واخد بالك، هي لو انها اتأخرت في الرد تقعد بقى تبعت علامة استفهام، انت فين، مش بترد ليه؟ خلاص بقى البنت هتبقى لازقة. كلامك الهدف يكون عندك حياة، تكون خلصت ال5 نصايح او ال5 غلطات انت بتعملهم وانت مش واخد بالك. ولو انت نسيتهم يعني رجع الفيديو واكتبهم، وما تنساش اللايك يا عزيزي، الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. وسلام.